حاجة من ضمن الحاجات بجملة التغييرات اللي بتعملها الفيفا، نفسي رئيس الفيفا أو حد من الفيفا، أي حد إن شاء الله، حتى لو حد بيعدي من قدام الفيفا يبص بس على الدوري المصري، يقعد يتفرج عندنا على الدوري المصري، هيلاحظ حاجة، هي حاجة واحدة هيلاحظها، يعني من ضمن الكوارث، بس في حاجة هتستفزه من ضمن الحاجات، ألا وهي إن لما يبقى في ركنية، الحارس طلع مسك الركنية، مسك الكورة، عايز يبدأ هجمة مرتدة سريعة، ده إذا عرف يعملها، يعني إذا مثلا ادى مثلا الكرة للاعب، فاللاعب ده مثلا عرف يعمل هجمة مرتدة. بقول إذا ليه عندنا اللعيبة لازم تقف قدام الحارس؟ ده دايما على طول دايما، أنا ما بشوفش كورة إلا واللازم أي لعيب يروح يقف قدام حارس المرمى لما يمسك الكورة. طب ليه؟ أنا نفسي أعرف ليه؟ ده الكلام ده ما بيحصلش في الدوريات الأوروبية، بلاش يا عم الدوريات الأوروبية، ما بيحصلش في كأس العالم، ده في نهائي كأس العالم نفسه ما بيحصلش. يعني أنت اقعد كده، أي نهائي أنت سمعته، نهائيات كأس العالم سمعتها، افتكر كده ماتش، يا عم ماتش الأرجنتين وفرنسا آخر ماتش، هات لي كده افتكر إن مثلا الأرجنتين كانت فايزة 2-0، فالأرجنتين جالها ركنية، فحارس فرنسا وقتها هوجو لوريس طلع ماسك الكرة، ففي لاعب مثلا من الارجنتين وقف قدام هوجو لوريس لحد الكرة لحد ما عشان يعطل الهجمة، لحد ما اللعيبة ترجع، عشان يعمل فاول تكتيكي زي ما بيقولوا يعني عندنا هنا في مصر. دي حركة مستفزة. عندنا برضو الصراعات البدنية اللي ما لهاش أي 30 لازمة. الكرة دايما في صراع، الكرة دايما متعلقة في الهواء، الكرة دايما مفيش حد عندنا بيباصي، بنطلع بهجمة منظمة من تحت، مفيش، بعيدا عن جودة الملاعب السيئة. بس احنا ما بنعملش كده. الزمالك النهارده قصاد المقاولون ما بيعملش كده، الكرة دايما عالية، حتى اللعيب الوحيد اللي نزل وعرفنا ان مفيش لعيبة في الملعب كان خوان ألفينا. اللعيب برضو اللي نفسي اعرف حاجة، ونفسي برضو الحاجة دي تتلغي، وخصوصا في مصر لما يبقى في صفقة جديدة يقول لك اصله لسه ما انسجمش مع الفريق. الانسجام ده لما بيكون في جمل تكتيكيه بتتعمل في الملعب، ده اللي انا اعرفه، يعني اللعيب لسه جاي جديد، ففي جمل تكتيكيه، فاللعيب مش عارف لسه، لا في جمل بتتعمل، في حاجات، في مثلثات مربعات في الملعب بتتعمل، فهنقول ماشي اللعيب عبال ما ينسجم. لكن اللعيب في الدوري المصري الكواليتي عالي، يعني هو انا بالنسبه لي هو نجم الماتش، يعني هو بالنسبه لي نجم الماتش، فلنفترض انه ما كانش موجود النهارده وما نزلش، لو قلت لي اختار مين نجم الماتش هقول لك ما اعرفش، يعني من الفريقين، من 22 لاعب اللي لعبوا، او شوف كام بالتغييرات، صدقني هقول لك ما اعرف، كل اللي في الملعب واحد. يانيك فيريرا مدرب الزمالك، يعني انت الماتش اللي فات عملت حاجه ونجحت، والكل اشاد بيها، والكل اصلا كان شايف انها صح، الا وهي تبديله عبد الله السعيد، ان عبد الله السعيد يطلع بره وناصر ماهر يلعب رقم 10 صانع لعب. فلما لعب صانع لعب في مركزه الاساسي الماتش اللي فات، اللي حصل جاب هدف والزمالك كان شكله حلو. انا ما بقولش ان عبد الله السعيد ما ينزلش، بس ينزل اخر ربع ساعه، لكن ان هو يلعب من بدايه الماتش انت كده بتظلمه وبتظلم نفسك. انت النهارده ما كنتش عارف انت بتعمل تغييرات ايه، يعني اللي خلى لينا شكل، واللي راح على المرمى واللي صوب على المرمى مين؟ خوان ألفينا، اللي هو كان قعدوا دكه بره. طب ما قعدوا دكه بره ليه؟ طب عبد الحميد معالي ما بداتش بيه ليه؟ حتى لما نزلته لعبته هناك جناح على عكس رجليه الشمال، يعني انت لعبته جناح شمال، فهو اصلا بيلعب برجله الشمال. لما لعب الماتش اللي فات جناح يمين ادى كويس، كنت تبدا بيه، وكنت تحط ناصر ماهر لعيب مركز 10 وعبد الله سعيد معاك بره دكه، ينزل في اخر ربع ساعه مثلا مكان ناصر ماهر لو مش قادر يكمل. لكن انت بدات نفس الماتش اللي فات بنفس الاسلوب. المقاولون انت ليه بتدافع قصاد المقاولين؟ يعني انت ليه دونجا ومحمد شحاته، طب بدات بالاثنين دول، انت ليه
سيف جعفر برضه مع محمد شحات، انت ليه عامل تخمه في نص الملعب؟ قصاد مين؟ طلع دفاعك لقدام واضغط المقاولين. انا مش يعني انا مش ده المقاولين، مش بروسيا دورتموند، ده اللي انا اعرفه. انا كنت بسمع الماتش على اون سبورت، اللوجو بتاعهم اخضر وكان مكتوب دوري نايل على الجنب كده، ده اللي انا اعرفه، ده المقاولين. هل هو بروسيا دورتموند؟ انا ما اعرفش. جروس الله يمسيه بالخير، اول لما جه مسكنا في الولايه الاولى في اول ماتش لعب بتشكيله 4-1-4-1، انا متعادل بس قال لك بس انا جاي هضرب ناس في الدوري المصري، مش هينفع بقى العب بخطه 4-2-3-1 وتكون تقليديه، مع انه في تاني ماتش لعب ب 4-2-3-1 بس مسك الاتحاد خبطوا 5-1 وقلب الدوري سيرك. كان الزمالك كان بيجي فيه اهداف بس كان بيجيب اهداف ياما. انا فاكر ماتش قصاد وادي دجله، كان وادي دجله بيحاول يطلع بالكره من تحت، كان جروس كان بيهجم من قدام، كان عامل ضغط عالي. هو ده الصح. لكن انا ما بحبش المدرب اللي بيفضل يتكلم ياما عن التكتيك في الدوري المصري. ما بحبش انا كده. اصل الدوري المصري مش عايز تكتيك ومثلثات ومربعات وفلسفه مفيش الكلام ده. انت لعيبه هنا ما بتستوعبش الكلام ده. انت لعيب واحد برازيلي جه اعرفك ان مفيش لعيبه في الملعب، مفيش، باستثناء ناصر ماهر اللي انا بشوفه لعيب مصدوم في الزمالك من لانه ما بيلعبش في مركزه. انا نفسي اشوفه مركز 10. نفسي اعرف مين جدد لعبد الله السعيد. خلاص يا جدعان، خلاص، لعيب 41 سنه 40 سنه، خلاص عايز يستنى بس ينزل تبديل، خلاص. اصل هو مش حجاره هنفضل نعضعض فيها. مش قادر يجري، مش قادر يرفع الكوره، مش قادر يشوط. هل ده عبد الله السعيد بتاع زمان؟ الاجابه لا. الاجابه لا. مش هنفضل بقى ان احنا ندادي واساطير وي خلاص. اسطوره اعتزل. نفسي برضو في الدوري المصري عموما وفي الزمالك برضو نفسي حته التاكلينج الياما. ليه تاكلينجات ياما؟ ليه تدخلات عنيفه عماله على بطال؟ الحاجات دي مش بتبين لك لعيب كبير. الحاجات دي اندفاع بدني بالغلط. اللي اعرفه الاندفاع البدني ان انت بتسلم وتستلم، بتاخد مكان، بتفضي مساحه لزميلك، دي كلها بتاخد من مجهودك البدني. لكن انك تفضل تاكلينج، تدخل بقوه على الخصم، دي حاجات بالنسبه لي لا تعني لي اي شيء. كان ماتش سيء من الزمالك، الزمالك كان وحش. الزمالك كان وحش تماما لحد ما اخوانا الفينا نزل عمل لنا شكل كورتين نرقص فيهم. وده اللي انا بقوله دايما، ان هنا عندنا في الدوري المصري انت مش محتاج اصل انت ما فيش تكتيك عندك، لا ارضيه تساعد ولا لعيبه تساعد ولا اي حاجه تساعد. فانت هات لك لاعب 2 لعيبه بالكتير حريفه بس، وخصوصا في واحد جناح او مركز 10، يعني يكون افضل جناح ويكون حريف بيعرف يعدي واحد على واحد. بس انا ما بقولش ان هو يجيب كام هدف ويعمل كام هدف، لا لا لا. انا عايزه بس غربله الفرق اللي بتقابل الزمالك وبتكون ركنه الدفاع. انا عايز واحد بيعرف يغربل الدفاع، بيعرف يعدي واحد على واحد، زي الزمالك مثلا مع شيكابالا في 2011 و2010 وفي السنين دي. هل الزمالك كان بيمتلك جلاكتيوس؟ الاجابه لا. كان لعيب واحد كان بيغربل، كان احمد جعفر هداف. يعني كنا بنشوف احمد جعفر مثلا، ايرلينج هالاند حاليا لعيب هداف. ليه؟ لان كان جنبه لعيب اسمه شيكابالا كان حريف. هل احنا لما بنفتكر شيكابالا بنفتكره بيعمل كام اسيست؟ جاب كام هدف؟ الاجابه لا. بس احنا بنفتكر ان شيكابالا اللي كان بيفتح الخطوط واللي كان بينزل يسلم ويستلم. لو الماتش كان واقف وماتش كان متكتل كان بيخلصه في فاول، كان مهاره من عنده، كان بيخلص ماتش. هي دي الكوره في مصر عموما. انت هناك مش في اوروبا مثلا هتحتاج لعيبه مثلا ما فيش لعيب بيعرف يعدي واحد على واحد هناك في فريق كله، بس اللعبه هتكون هناك بتعرف تسلم وتستلم، تفتح خطوط او ممرات داخليه لزمايلها، فهيبانوا لبعض في الملعب، فهيقدروا ان هم يوصلوا للمرمى. وعندك امثله كتير منهم نادي انتر ميلان اللي انا بشجعه. مفيش لاعب عندنا هناك في الانتر مثلا بيعدي واحد على واحد، بس اللعيبه هناك بتعرف تسلم وتستلم
وتظهر لزمايلها، فبالتالي الانتر بيعرف يوصل للمرمى، فبالتالي الانتر بيوصل للنهائيات. بغض النظر عن التتويجات، انا بتكلم على انه بيكون في المراحل النهائيه دايما في كل البطولات، سواء دوري سواء كاس سواء دوري ابطال، فريق بيكون متواجد. انا بشوف في الوقت الحالي مثلا ممكن مانشستر سيتي، هتقول لي جيربي دوكو، هقول لك جيربي دوكو مش لاعب حريف، قولا واحدا مش لاعب حريف، بس عشان معاهم مدرب فاهم، فهتلاقي دايما في تكتيك، في باصات ياما، في تحرك، من غير الكوره لزميلك، وتحرك برضه وزميلك معاه الكوره برضه تتحرك له. فدي كلها حاجات بتخلق فريق بيعرف يوصل للمرمى لو ما فيش لعيب مهاري. لكن انت عندك هنا في الدوري المصري يلزمك لعيب مهاري. كان عندنا فريقين اساسي، كان لعيب مهاري كان بيعرف يوصل اللعيبه اللي قدام. الموضوع سهل، الموضوع مش محتاج هتقول لي تكتيك. جروس لما اتزنق في الكونفدراليه قال لك جمله واحده، انا مش فاكرها بالمعنى الحرفي، بس قال لك يجب ان نكون متحدين منذ يعني اكتر من اي وقت مضى، حاجه زي كده بجمله واحده. وبعدها خد الكونفدراليه، لا قال لك لا تكتيك ولا قال لك هننزل نعمل كذا في الفرق اللي هتقابلنا ولا اي حاجه، بجمله واحده جاب البطوله. بس هتيجي هنا في الدوري عندنا هتقول لك انا تكتيكي وانا لعبي والانسجام والذهنيه والتكتيكيه ما بعرف ان اخرك فاضي. طيب نيجي للتقييمات. محمد صبحي كان كويس النهارده 8/10. عمر جابر 4/10، يمكن انا كارمه كمان. محمود بن تايك 2/10 كان سيء. حسام عبد المجيد 3/10. محمود حمد الونش 2/10. الكرة الأخيرة اللي جات له دي أنا بشوف إن هي مكانها، مش هقول لك إن هي تتحط جون، بس إن هي تروح في إطار المرمى. دونجا 2/10 سيء. دونجا ده بتاع السنة اللي فاتت، راجع للسنة اللي فاتت. محمد شحاتة مش لازم كل كرة تشوطها، 3/10. آدم كايد أنا بشوفه لعيب خطوط أكتر من إن هو لعيب جناح، بس هو مش أفضل حاجة، ف3/10. عبد الله السعيد 2/10. ناصر ماهر 5/10. كان بيحاول يمسك الكورة، كان بيحاول يعدي، بس هو في مكان مقتول مش مكانه، طبيعي مش مكانه. عدي الدباغ 7/10. ليه 7/10؟ لأن هو لعب وأدى كويس في الشوية اللي أدى فيهم، لا كان مزعج، تحركاته حلوة، بيتحرك بره المنطقة ياما، لأن مفيش حد بيوصل له الكورة. في كذا كورة في الشوط الأولاني نزل وساط في نص ملعب عشان يستلم الكورة، بيتحرك بره ياما، بيتحرك في المنطقة ياما، لما بتجيله كذا كورة بيعرف يتعامل كويس. ف7/10. التبديلات أنا شايف إن التبديلات كلها باستثناء إخوان 2000، يعني التبديلات كلها مثلا من غير ما أذكر أسماء ممكن تاخد 2 أو 3/10، لكن بالنسبة لإخوان 2000 بالشوية اللي لعبهم لا ياخد 9/10، فنظري ياخد 9/10. أنا كحازم بحب اللاعب الحريف، اللاعب الكوير، اللاعب الصايع، اللاعب اللي بياخد الكورة بيعرف يتصرف. أنا بحب الجناح اللي لما تجيله الكورة ما يبصش وراه، ياخد الكورة ويطلع لقدام، إن شاء الله حتى لو قدامه 3 4 لعيبة بس يطلع لقدام. أنا بحب كده، لأن في مرة هتيجي معاك، لما هيبقى قدامك 3 لعيبة هتعدي، 4 هتعدي، هتاخد فاول، هتعمل إزعاج، هتعمل خطورة. فأنا بحب اللعيبة دي. بالنسبة ليانيك فيريرا 0/10، 0/10 لأنه أدار ماتش سيء وعك جامد في التبديلات، عك في بداية الماتش، عك في شكل اللعيبة في الملعب، مفيش انسجام، مفيش تقارب الخطوط، مفيش ضغط. أتمنى تدارك الأخطاء دي في الماتشات الجاية، وإحنا ورا الزمالك على طول. وبس كده، سلام.